طيب اتكسر جزء من ضرسي، رحت للدكتور عمل لي حشو عصب، ومع العلم الجزء اللي اتكسر ما ركبش ليه دعامة. كده عادي ولا في مشكلة وحشة على طول؟ اول حاجة الف سلامة على حضرتك. رقم اتنين، عادي. الدعامة ما هياش لازم تتعمل. الدعامة على حسب وضع الضرس، على حسب الجزء المكسور، على حسب الجزء المتاكل. الدعامة دي ببساطة هي بتتحط في الجدر، بتاخد ثباتها من الجدر، وهي اللي بتثبت لي الحشو بعد كده. لو ما فيش جزء يكفي من الضرس نفسه ان هو اللي يثبت لي الحشو، فمش لازم اي ضرس ينكسر احط له دعامة، ومش لازم اي ضرس اعمل له حشو عصب احط له دعامة. على حسب الحجم الكسر، وعلى حسب رؤية الدكتور هل لازم احط له دعامة ولا لا. فنحشي عصب مفيش مشاكل، بس بعد ما نحشي عصب باذن الله نبقى نحط كراون او طربوش عشان نحمي الضرس ده، او نغطي الضرس يعني، سواء بكراون او اندو كراون او اونلاي او ايا كان الدكتور يفضله ساعتها. فالف سلامه على حضرتك، وانا دكتور محمد نجيب زياده، وده مركز مصر طب الاسنان. لو عندك اي اسئله تانية سيبها لي في الكومنتس ونجاوب عليها باذن الله. سلام.